السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية يا رب. النهاردة جاية أقول لكم كل سنة وانتم طيبين بطريقة مختلفة وبفيديو مفيد ولذيذ وخفيف قوي على القلب. في كذا حاجة كده، طريقة تقديم للسفرة بتاعتك للعيد، وهنعمل وصفتين كده ألذ وأطعم من بعض. طبعا سفرة العيد ما تخلاش منهم. فيديو بجد يعني خفيف على قد ما هو خفيف، على قد ما هو لذيذ قوي وحلو قوي، وانا عن نفسي حبيته. هنعمل مع بعض كده، هنقدم مع بعض الصينية القمر دي. هتشوفوا الفينش بتاعها في الاخر، شكلها بجد تحفة، كأنك جايباها من حضرموت او من اي محل من بره جاهز. المحلات الفخمة اللي بتعمل الصواني دي ب1000 وب2000 وب3 ساعات. لا، احنا هنعملها في البيت، واطعم واحلى من الجاهز كمان بكتير بكتير، بشهادة كل اللي ده اكلي الحمد لله الحمد لله، وبشهادة كل اللي جرب وصفاتي على القناة. طبعا كل اللي متابعيني عارفين، واكيد ناس كتير منكم جربت وصفاتي وشافت ان هي ما شاء الله ما شاء الله، ما بتخيبش وما بتنزلش الارض ابدا. اهم حاجة بس تتبعوا الطريقة بكل حذافيرها، هتلاقي الوصفة طالعة معاكي حلوة. كل واحد ليه نفس في الاكل، دي حاجة يعني. ناس زمان دول ما بيجلوش امثلة بتاعتهم، وكلامهم ما بيجليش خالص. لكن كل ست بيت ليها اللمسة بتاعتها، كل واحدة ليها نفسها الخاص بيها. فانتوا جربوا، وان شاء الله ان شاء الله كل وصفاتكم تطلع قمر زيكم كده، عشان انا بحبكم وانتوا فعلا تتحبوا. يعني الناس الجميلة اللي بلاقيها في الكومنتات دي، ببقى نفسي كده ادخل والله العظيم جوه التليفون وابوسهم. وعلى قد ما بقدر بحاول ارد على كل الكومنتات، بس اعذروني اعذروني، ساعات الكم الكومنتات بيبقى كبير جدا، فبيبقى صعب عليا ان انا ارد على العدد ده كله. لكن طبعا كلكم على راسي، وكلكم حبايب قلبي، وربنا يا رب يخليكم ليا العمر كله. زي ما انتم شايفين تقديم الصينيه، مش عايزه ارغي معاكم كتير. انا حطيت خضره تحت في الاول، وحطينا اللحمه في النص كده ما شاء الله، زي ما انتم شايفين قطع كده كبيره. طالما عازمه ناس ما ينفعش تعملي قطع صغيره، لازم تكون القطع كبيره، وحواليها الممبار القمر اللي تحميره فظيع. وده هنا لازم اخد اللقطة بتاعتي. والبوريك التركي طبعا طريقته نازلة على القناة، هبقى اعمله لكم قريب تاني. طريقته حلوة قوي، وشكله شيك قوي قوي في التقديمات وفي العزومات، يعني افضله. وصف الورق عنب والفلفل الرومي. دي كده تقديمة للصينية قمر. تعالوا بقى ندخل على العكاوي القمر دي، اللي هي طبعا اي حد بيذبح لازم يكون هيلاقي عكاوي في الذبيحة بتاعته. ما بيذبحش تقدروا تشتروها طبعا من الجزار. حاجة كده لذيذة. هنجيب العكاوي بتاعتنا، هنغسلها كويس جدا جدا جدا، وبعد كده هنسلقها في ميه مغليه وعليها بوكيه جرنيه. بوكيه جرنيه بتاعنا طبعا معروف. وبعد كده بنجيب طاسه على النار لغايه ما هي تكون اتسلقت نص سلقه كامله. بصي، لا، نص سلقه او 3/4 سلقه، المهم هنسيب حته كده فيها مش مستوي. هنكرمل البصل في السمنه البلدي، وهننزل عليه باللحمه او بالعكاوي بتاعتنا، وننزل بكبشتين شوربه. بعد كده هنجيب الطاجن القمر بتاعنا ده، ونحط فيه شرايح بطاطس كده، لا هي رفيعة ولا هي تخينة، سمكها وسط. ونحط عليها بقى العكاوي بالصوص القمر، اللي هو كله حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا توابلنا ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، بلاش كمون، وواحدة مرقة لحمة. وكمان ما تنسوش ورق لورا في الشوربة، عشان بيدي ريحة حلوة قوي ونكهة حلوة قوي للحمة. وحبشي بقى بتوابلك بقى، كل ست زي ما بقولكوا كده في بداية الفيديو ليها تكاتها الخاصة، ليها توابلها الخاصة، ليها نفسها الخاص. فمطبخك بدعي فيه زي ما انت عايزة. اهم حاجة تعملي الاكل بحب. صدقوني الاكل لما يتعمل بحب كده وبنفس راضية، طعمه بيطلع والله العظيم. ده يعني ده مش مجرد كلام او شعارات، لا دي حقيقة. عن ما تعملي الاكل كده كحاجة روتينية ومجبرة عليها، غير لما تعملي الحاجة بحب، صدقيني بتفرق جدا. زي ما انتم شايفين كده السوا بتاع العكاوي مفهوش غلطة، حاجة كده دايبة دوب بتتشال كده من العظمة. الصوص بتاع البصل المتكرمل مع البطاطس الدايبة برضو حاجة فظيعة فظيعة فظيعة. مش عايزة غير بقى طبق رز بشعرية جنبها، وطبق المخلل. الرقاق، مفيش سفرة في العيد هتخلى من الرقاق.
الرقاق زي ما احنا عارفينه أكلة مصرية، وطبعا المصريين بيبدعوا في الرقاق ده، وناس تعمله رول. والرقاق الطري أنا حبيته، الرقاق الطري عن الرقاق الناشف انا حبيته. يعني عند الرقاق الناشف ده طبعا كنا بناكله سنين، الرقاق الطري ده يعني اختراعات جديدة كده، بقالها 3 4 5 سنين، مش قديم زي الرقاق الناشف. بس حقيقة انا من ساعة ما جربت الرقاق الطري انا مبقتش اشتري رقاق ناشف. تمام. فعمايله سهل، في الحفظ بتاعه ان انت تحفظيه ما بياخدش حيز خالص، بيدوبك بيتحط في كيس في الفريزر وخلاص. لكن طبعا تعرفين الرقاق الناشف مشاكله كتير، يعني عامل لنا قلق. الرقاق الناشف ده انا بحبه باللبن، يعني الناس اللي بيحبوه باللبن يقولوا لي في الكومنتات. هنا بقى جبنا كوبايتين كبار شوربه كده، وطبعا الرقاق الطري لازم يتعمل بشوربه بارده، ما ينفعش يتعمل بشوربه سخنه. وحطينا في الشوربه معلقه سمنه بلدي كده كبيره، بتخلي الرقاق بتاعك مورق وحلو قوي. بتغنيكي ان انت تقعدي تدهني راق راق كده بالسمنه، لا هي الشوربه معلقه السمنه في الشوربه ومية مية. الرقاق اللي قطعناه او الحواف اللي احنا قطعناها ما بنرميهاش خالص، الرقاق الطري ده حلو قوي في كده. بنعملها طبقه في النص، ونبتدي نخلص الطبقات بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونحط اللحمه المفرومه في النص، ونكمل برضو بالطبقات بتاعتنا. وزي ما انتوا شايفين مفيش حاجه بتترمي. الرقاق الطري طبعا تحفه، وتقدري تعمليه في البيت، هبقى اعمله لكم في فيديو ان شاء الله على القناه. وتقدري تشتريه جاهز من الفطاطري اللي هو بتاع البيتزا ده، بيعملوه على طول يعني ومتوفر. ابتدينا كده خلصنا كل الطبقات بتاعتنا القمر. وطبعا الشوربه لازم تكون متبهره، ملح وفلفل ومرقه لحمه. وكمان لو انت دي شوربة لحمة فاكيد الشوربة هتكون مبهرة. هنا بحمره انا على البوتاجاز، ما بحمروش في الفرن، على البوتاجاز بحسه احلى، واحنا متعودين نعمله على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين لونه، الله الله على الجمال، روعة روعة روعة. ايه ده ايه ده ايه الفظاء، يعني مش عارفة بجد يعني مش عشان انا اللي عاملة الحاجة، بس هو فعلا انا لو واحدة متفرجة وهشوف اللون بتاع الرقاق ده كده، انا ريقي هيجري زي ما هو جري دلوقتي كده. نبتدي ناخد نحط معلقه سمنه في الصينيه بعد ما قلبناها، وهنرجع الصينيه تاني بالشكل القمر ده. خلاص كده الصينيه اكتملت، زي ما بيقولوا كده القمر اكتمل. نبتدي بقى نقطعها كده بالشكل اللي انت حباه وبالقطع اللي انت عايزاها. بحبش انا القطعه تكون كبيره، بتبقى صغننه كده على قد الشخص ياخد الحته خلاص. والرقاق الطري لا يقاوم مقارنة بالرقاق الناشف. الرقاق الناشف طبعا على راسي من فوق، يعني عشان الناس اللي بيحبوه ما يزعلوش، لكن الرقاق الطري لو جربتوه مش هتبطلوا. حاجة كده في منتهى اللذاذة. اتمنى الفيديو يكون كده كان خفيف ويقدم لكم استفادة ولو بسيطة. ان شاء الله ان شاء الله انتظرون فيديوهات جاية كتير، ومنتظرة منكم دعمكم القمر وكومنتاتكم الحلوة اللي بتفتح نفسي للحياة كلها. لكن لو اول مرة ظهر لك على اليوتيوب، انا بوسي محسن ودي قناتي، شرفني جدا انضمامك للقناة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، وباي باي.